السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا باشمهندسين عايز اجي اكلمك شوية عن واحد من اهم الدروس في ال HTML كلها، الا وهو التيبلز. باختصار كده عشان بس الفيديو ما يطولش، تعالى بس اوريك يعني ايه تيبل. التيبل دهوت هو جدول بتعرض فيه المعلومات بتاعتك، سواء مثلا معلومات الطالب، والله معلومات مثلا اللي هو الايميل والباسورد مثلا، الحاجات دي كلها. والله معلومات زي مثلا درجات الطالب، حاجات كده يعني. فانت زي ما انت شايف كده ايه، ان ده كله بتحطوه في جدول عشان خاطر ترصد الحاجه دي كلها. مثلا يعني، او هنا مثلا اهوت مديك مثال اللي هو النيم والايدج والسالري مثلا. فانت بتعمل ايه؟ بتعمل الاسم مثلا كذا، والايدج كذا، والسالري بتاعته كذا، ومش عارف ايه. ممكن تعملها مثلا اللي هو واحد مثلا جاي عندك يقدم في شركتك مثلا، فانت عايز تشوف السكيلز بتاعته كام في المية، وعنده سكيلز في ايه، وهو اسمه ايه، والحاجات دي كلها صح. فممكن برضو تعملها برضو في جدول. تمام تمام. فاحنا هناخد مثال بسيط اللي هو ده. تمام كده، هنعمل المثال البسيط ده عشان خاطر افهمك فكرة التيبل، ان هنا مثلا الاسم والايميل والويب سايت. تمام تمام. طيب تعالى بس نروح على الموقع بتاعنا كده ونصغر الدنيا كده شوية عشان خاطر نبدأ ان احنا نكتب الكود الجميل بتاعنا. طيب ركز معايا بقى يا صاحبي عشان خاطر ايه تطلع بقدر ما يمكن من الاستفادة. طيب أول حاجة إحنا عايزين نعمل الجدول، عايزين نرسم الجدول. طيب هنكتب إيه؟ بنعمل التاج بتاعنا اللي اسمه التيبل. تمام، لأن التيبل ده هو الجدول. بعد كده بنقفل التاج بتاعتنا، فهتلاقي تلقائيا إيه؟ اتعمل له الكلوزنج تاج. طيب الجدول دهوت بينقسم لحاجتين اتنين. أول حاجة رو كولوم. يعني إيه؟ أو مثلا ممكن تقول عليها إيه، اللي هو النيم والإيميل والويب سايت، دول كده اسمهم رو. تمام. وكل فيلد فيهم زي النيم او الايميل لوحده او كده ممكن نسميه بقى ايه، داتا او كولوم، او مش هتفرق معانا دلوقتي. تمام تمام. المهم ان احنا عايزين نعمل الصفوف بتاعتنا. طيب جميل جدا. طيب هنعمل الصفوف دهيت ازاي؟ اول حاجه ايه، احنا عملنا التيبل. بعد كده احنا بنعمل اول حاجه عندنا اللي هو الهيد بتاع التيبل بتاعنا. صح كده؟ صح جدا. طب هنعمل ايه؟ هنعمل حاجه اسمها التي هيد، يعني التيبل هيد بتاعتنا، عشان خاطر نبدا بالهيكل بتاعنا. تمام. بعد كده ايه؟ بعد كده انت بتعمل الرو بتاعتك، يبقى اسمها ايه؟ تي ار، يعني اللي هو التيبل رو. تمام يا صاحبي؟ تمام جدا. طيب ماشي. بعد كده انت بتعمل ايه؟ بتعمل الداتا بتاعتك، اللي هو هتحط بقى النيم، وهتحط الايميل، وهتحط مش عارف ايه كده. فانت هتحط ايه؟ التي دي اللي هو التيبل داتا. هتحط كلمه نيم. تمام. وبعد كده ايه، هتكرر الكلام دهوت، بس هتغير ايه المحتوى. هتخلي هنا مثلا كلمة ايميل، وهتخلي هنا كلمة ويب سايت. ويب سايت. تمام تمام. لو انت جيت بصيت على الموقع بتاعنا بالمنظر دهوت، هتلاقي ايه؟ كلمة نيم، هتلاقي كلمة ايميل، هتلاقي كلمة ويب سايت. جميل جميل جدا. يبقى انت عملت الهيكل البدائي بتاعك. جميل جدا. يبقى انت عملت اول ايه، اول رو. طيب ماشي، عايزين نعمل تاني رو بقى. عايزين نحط بقى المعلومات. احنا كده عرفنا اليوزر ان انت هتبقى هنا النيم، وهنا الايميل، وهنا ايه، الويب سايت وكده. طب احنا عايزين بقى نكتب بقى بقيه الداتا بتاعتنا بقى، نكتب داتا حقيقيه. هنكتبها فين؟ في البادي. مش احنا اتعودنا بقى ان بنكتب التنظيم بتاعنا في الهيد، وبعد كده بنكتب في البادي. فهنعمل تي بادي. تمام. نعمل تي بادي ونكتب فيه ايه، ونكتب فيه الداتا بتاعتنا بقى. نفس الكلام هنعمل ايه، هنعمل تي ار اللي هو الرو بتاعتنا، لان الداتا ده هي هتبقى عباره عن رو برضو. تمام. وهنكتب جوه الرو تي دي عشان خاطر نكتب الداتا اللي هو مثلا وليكن جون مثلا. تمام تمام جدا. خليها نفس الحاجه بالظبط اهو، جون. تمام كده تمام. وبعد كده هنعمل ايه، هنعمل بعد كده الفيلد اللي بعده هيبقى ايه، هيبقى عباره عن الايميل اللي هو ايه، جون، وليكن مثلا at example.com مثلا. ده الايميل بتاعه. بعد كده هنعمل ايه، الويب سايت بتاعه هيبقى ايه، هيبقى عباره عن اللي هو ما عدا الاد دهيت. تمام تمام. لو انت جيت رحت بصيت على الموقع بتاعك الجميل، هتلاقي ايه، ان النيم والايميل والويب سايت، هتلاقي برضو تحتهم النيم والايميل والويب سايت. يبقى انت عملت لما الواحد هيجي يبص كده هيقول لك اه ده النيم اسمه جون، والايميل جون اكزامبل دوت كوم، والويب سايت جون اكزامبل دوت كوم. تمام تمام. طيب ماشي. طبعا احنا ايه، عايزين ننظم اكتر من كده. فطبعا جوه التي بادي دهوت احنا عايزين نكرر بقى الموضوع بقى، يعني عايزين نكرر حته ايه، التي ار دهيت. فهناخدها كده اهو كوبي،
تمام، يا اما انت هتاخدها كوبي كده اهوت كنترول سي وتحطها تحت هنا كنترول في، وبعد كده تنزل كمان سطر وتعمل كنترول في وبس وخلص، وتعمل تكليك يمين وتعمل فورمات دوكيومنت بس كده، عشان خاطر ايه تظبط الدنيا كده. طبعا ايه وسبريتشر عشان خاطر انا عندي ايه واحده اسمها بريتشر اللي هو يعني اكستنشن يعني وكده. طيب ماشي، المهم خلاص انت نظمت الموقع بتاعك وبقى ايه بالمنظر ده هو. اولا يا صاحبي انت دلوقتي عايز تعمله نفس المنظر ده، انت لسه ما عملتهوش نفس المنظر ده، ده المنظر دوت محدش هيفهم منه اي حاجه، صحيح؟ طيب ماشي، احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نخلي الكلام اللي هو التي هيد يبقى بولد شويه، يبقى ايه بولد يعني سميك، صح؟ يبقى النيم تكون باينه كده والايميل يكون باين، عايزين نميز الدنيا كده، صح؟ صح جدا. فاحنا هنروح هنا كده ونقول له والله انت عايز تميز انهي حاجه، عايز تميز الرو كامله ولا انت عايز تميز الفيلد نفسه او الحاجه نفسها؟ هيقول لك والله انا عايز اميز الفيلد او الداتا نفسها. هتيجي هنا بقى وتغير، بدل ما هي تي دي هتخليها تي ايه، تي اتش اللي هو يعتبر برضو تي هيد اللي هو يبقى بولد شويه، اللي هو اتش ايه، فاكر الاتش 1 والاتش 2 والاتش 3 والحاجات دي كلها، دي برضو يعتبر من الاختصارات بتاعتها. تمام، وهتيجي هنا وتخليها تي اتش تبقى بولد. ركز معايا كده، هتلاقي الايميل والنيم والايميل دلوقتي بقوا اتغيروا اهو، بقوا بولد، صح؟ وهتيجي برضو عند الويب سايت وهتخليها تي اتش. تمام، ما تنساش تغير من ناحيتين، الاثنين يبقوا تي اتش. جميل جميل جدا. طيب ماشي، برضو احنا برضو ما وصلناش للشكل النهائي اللي هو ايه، يبقى فيه بوردر. انت قلت ايه؟ انت قلت بوردر. انت قلت ايه؟ انت قلت بوردر. طيب هنيجي هنا، بس دلوقتي بقى يا صاحبي هنا اللي انا هكتبه دهوت يعني لا ينصح بيه انك انت تستخدمه في ال HTML. ليه؟ انت كده كده هتستخدمه في ال CSS اصلا. تمام تمام. طيب ايه هو بقى؟ هنكتب كلمة بوردر يعني حافة وبعد كده نكتب 1. فبالتالي ايه؟ فبالتالي هتلاقي ايه ان البوردر اهو اتعمل اهوت والدنيا بقت رايقة وسهلة وبسيطة. جميل يا صاحبي، جميل جدا. طيب ماشي، احنا عايزين نميز برضو الموقع بتاعنا عشان يبقى مختلف عن الحتة دهيت. ازاي؟ والله نحط كابشن مثلا، نحط وصف للحتة للتيبل بتاعتنا دهيت او كده. طيب ماشي، يبقى احنا مثلا عايزين نحط كابشن كده او وصف كده يميز التيبل بتاعتنا. ازاي؟ هنيجي جوه التيبل ونقول له كابشن، حاجه اسمها كابشن اللي هو نفتح التاج بتاعتنا ونكتب كلمه كابشن ونقفل الايه التاج بتاعتنا بس، وهيعمل لك الكلوزنج تاج وتكتب الكابشن بتاعك، وليكن مثلا ديت ايه، دي مثلا ايه ايميل مثلا ايه، او مثلا ايه، وليكن معلومات اللي هو ايه بتاعت انفورميشن انفو اوف ايه اوف يوزر، معلومات لليوزر يعني. هتلاقي الكابشن ايه اتحط لك في النص اهو كده، في النص هنا كده. يبقى اذا اللي داخل الموقع هيلاقي ان ايه، ان الانفورميشن بتاعت اليوزر دهيت هي ديت ايه، التيبل دهوت يعتبر انفورميشن بتاع مين، بتاع اليوزر. جميل جميل جدا. طيب ماشي، عايزين برضو ناخد التي فوت بالمره عشان خاطر يبقى احنا كده ايه فهمنا الدنيا والجلاشه كلها. طيب هنيجي تحت هنا خالص قبل كلمة التيبل دهيت وبعد كلمة التي بادي هنعمل تي فوت مثلا، تي فوت. هنكتب ايه في التي فوت مثلا؟ وليكن هنكتب ايه، محصلة مثلا، محصلة الايه الايميل ومحصلة الايه الويب سايتس مثلا يعني. تمام، فهنعمل ايه، هنعمل تي ار تمام ونكتب في التي ار ايه تي دي مثلا، ونكتب مثلا محصلة ايه، محصلة النيم مثلا التوتال اوف نيم مثلا توتال، توتال. تمام تمام، وهنكتب هنا ايه، وهنكتب مثلا هنا كمان وليكن ايه الايميل، برضو هنكتب تي دي ونكتب كلمة ايميل، ونفس الكلام برضو هنكتب ايه الويب سايت مثلا يعني. فانت هتلاقي في الفوتر خالص ايه الكلام دوت اتحط فين في الفوتر. طيب احنا مثلا عايزين ايه، احنا مثلا عايزين ان احنا نخلي مثلا نكتب كلمة ويب سايتس تمام، او التوتال بتاع ده هم مثلا عندنا كام اسم وكام ايميل والحاجات دي كلها. تمام، ونضم الاثنين ده هم مع بعض. احنا عايزين نضم اتنين تيبل مع بعض. يبقى انت دلوقتي انت عايز تضم اتنين تيبل مع بعض. عايز تضم انهي، عايز تضم الثانيه والثالثه، صح؟ صح جدا. طيب ماشي، يبقى انت امسح واحده فيهم. هنمسح مثلا دي. تمام، فمسحنا واحده.
فأنت لسه مكانها محجوز، فأنت عايز تمد بقى الإيميل دهيّة للآخر، فأنت هتيجي عند الإيميل دهيّة وهتكتب كلمة إيه call span، وتعمل call span مثلًا أنت عايز تضمهم إيه، أنت عايز تضم الأولى اللي هي الإيميل والويب سايت يبقى call span 2، فبعد كده هتلاقي إيه، هتلاقي الإيميل واخد إيه، اللي هو الاتنين field بتاعتك اللي هو الإيميل والويب سايت بس. فأنت مثلًا ممكن تكتب الtotal مثلًا إيه، وليكن اللي هو 3 إيه، 3 إيميل أو 3 ويب سايتس عندك وخلاص. تمام، تمام. وليكن مثلًا ممكن نكتب كلمة مثلًا إيه الtotal دهيّة هي اللي تبقى كل span مثلًا يعني. تعالَ مثلًا كده، فنخلّي كلمة إيميل دهيّة هي ال3 تمام، وخلّي الtotal دهيّة هي اللي واخدة كل span ل2 تمام، تاخد الإيميل وتاخد مكانها الويب سايت، يعني تعالَ كده عند اللي هي إيه، اللي هي الويب سايت دهيّة، ناخد كده نقول له كل span 2 مثلًا، فبالتالي أنت هتلاقي إيه، هتلاقي إن الtotal اتعملت عندك إيه، بقت واخدة الname واخدة إيه، واخدة الإيميل، والweb sites مثلًا إيه الtotal بتاعهم مثلًا ده كله 3 مثلًا، تمام، تمام، إحنا كده إيه، خلّصنا. طيب ماشي، هل أنت هتستخدم الborder دهوّة؟ لأ، هو الصح بتاعها تتحط كده، من غير إيه، من غير border. ليه؟ لإن أنت كده هتتعلم الكلام دوّة في الCSS. طيب ماشي، يبقى أنت لا يُستحسن إنك أنت تستخدم الborder تمام كده؟ تمام جدًا، طيب ماشي. بس إحنا كده خلصنا يا شباب، وكده إن شاء الله أشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.